السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقدم لكم هاد المملحات هادو جد رائعين بزاف، واحد الحشوة اللي هي اقتصادية وزوينة وسهلة وفي المتناول، والعجين حتى هي كذلك حتى هي دغيا كتوجد. تابعوا معايا الفيديو حتى النهاية ديالو، متابعة طيبة للجميع ان شاء الله. هنا في مقلاة كناخذ واحد البصلة مشلضة، كنضيف ليها العطريه. بالنسبه للعطريه اللي درت شويه الملحه، شويه البزار، سكنجبير، شويه ديال التحميره، كنضيف ضامه ديال البنه ديال الحوت، شويه ديال الملحه مع شويه ديال الزيت. هادشي كامل كنديرو على نار مهيله، يعني بلا حتى شي حاجه، غير الماء ديال البصله راه كافي. يعني نحاول انني نشحر البصله مزيان حتى كنحس بها بانها دبلت. من بعد كنضيف ليها جوج خيزويات محكوكين، نحكهم في الحكاكه الرقيقه ونضيفهم مع البصله صافي، حيت كتبان لينا ان هذاك الخيز وجد. يعني ما ندير لا لا حتى شي حاجه. من بعد راه غير الماء ديال الخضر راه كافي بالنسبه، يعني حتى كتوجد يعني كيوجد الخيزو وكيدبل صافي. حتى هو صافي نطفي على البوطه ونوضعها تبرد. هنا ناخذ تقريبا واحد 3 ديال البيضات، بما اننا دابا في رمضان، وبعض المرات كيشيط مثلا البيض كنسلقوه ولا هذا، بعض المرات كيشيط. يعني غد ليه ما كنقدروش اننا نستعملو اولا نعاودو نستهلكوه، يعني نديرو بهذه الطريقه هذه. كناخذ تقريبا واحد 3 ديال البيضات مسلوقين، هادو بالنسبه لي انا استعملت البيض بلدي. كنضيف ليها تقريبا واحد العلبه ديال الطون، كنحيد ليها الزيت، واحد 100 غرام ديال الفرماج احمر محكوك، وكنضيف الحشوه ديالتي كيف ما لاحظتوا معايا، مع شويه ديال الربيع مقرض يعني قزبر ومعدنوس، شويه رشه خفيفه ديال الصوجه، ونحاول انني نصحح الذوق، نشوف الا كان خاصني شويه ديال الملح ولا هذا كنديرو صافي. وكنخلي الحشوه جانبا. هنا بالنسبه للعجينه كناخذ العجينه تقريبا عندنا واحد نص كيلو ديال الطحين ابيض، كنضيف له بيضه كامله، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 المعالق ديال الزيت، شويه ديال الملحه، وكنضيف واحد 2 المعالق صغار ديال السنيده، وكنضيف الخميره معجونه. الخميره معجونه كندير لها يعني كنديرها في الماء حتى كتذوب، وديك الساعه كنضيفها مع المكونات. نحاول انني نعجن العجينه ديالتي تكون عاديه، غير هي تكون شويه العجينه واقفه، يعني تكون باقا شويه قاصحه، وندلكها شويه بيديه يعني حتى كتطرخف مزيان، ونخليها حتى كتخمر، وديك الساعه كنخدمها. صافي. هنا من بعد ما يعني دلكت العجينه ديالتي كنديرها كريات، ندير تقريبا واحد 4 ولا 5، المهم على حسب لي بودان وانتم شحال عندكم يعني ديال الحشوه، وعندكم ديال هذا البودانات اللي غادي تستعملوا. كناخذ هكا العجين تلقى مزيان بالمدلك حتى كتطلق شويه رقيقه. كناخذ الحشوه كنديرها في الجنب كيف ما كتلاحظوا معايا. نمشي للجنب الاخر كناخذ الصفر تاع البيض باش نغلق به الجوانب ديال هاد العصيات اولا البودانات يعني، ونحاول ان ناخذ العجينه ديالي نحكم الاغلاق ديالها مزيان، نورك عليها هكا شويه في الجنب باش تدخل مزيان، باش الا كنا كنطيبوها هكا ما تفرق علينا ما حتى شي حاجه صافي. ونبقى غدا هكا حتى كنكمل البقيه ديال لي بودان اللي عندي. يعني طريقه جد سهله وبسيطه، وكيف ما لاحظتوا معايا بان الحشوه جد سهله وبسيطه. وبالنسبه يعني هاد الحشوه كما قلت لكم راها اقتصاديه، وخصوصا كما قلت لكم بان بعض المرات كيشيط البيض مسلوق ما تنعرفوا ما نديرو به، بعض المرات صافي كيبقى حتى كنحيدوه صافي، ما كان يعني بعض المرات ما كنرميو ولا هذا. اللهم نستعملوا به هذه الحشوه هذه اللي كتجي لذيذه وكتجي سهله، يعني حتى في الخدمه ديالتها بسيطه بزاف صافي. وانا كنستمر هكا يعني في هذوك لي بودان ديالي حتى كنكملهم كاملين، وكنوضعهم في اللاطه. يعني هما يعني بالنسبه للعجينه راه ديجا خامره، ما كتحتاجش تعاود ثاني تخمر مره اخرى. غير كناخذ صفرة البيض ندهن به الوجه ديال هاد العصيات هادو اولا هاد المملحات هادو، نحاول انني ندهنهم مزيان، وناخذ هكا المقص نزينهم. الا بغيت ما بغيتش ناخذ غير السكين هكا غير نجرحهم هكا، ندير غير خطوط هكا خفاف. الا ما بغيتش نخليهم غير هكاك صافي. وكناخذ الزنجلان ابيض وكنزينهم وصافي، وندخلهم الفران حتى كياخذوا حقهم من الطياب. وهذا الشكل ديالهم من بعد ما خرجوهم تبارك الله كيجيو هائلين زوينين رطبين وخفاف بزاف. والحشوه ما نقولش لكم كتجي لذيذه 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 بزاف ورائعه واقتصاديه، ما فيهاش شي حاجه كثيره، ولكن صدقوني وحتى العجينه ما فيهاش شي حاجه كثيره، ولكن راه كتجي هائله بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.
بالنسبة للناس الجداد اللي انضموا للقناة او لا شاهدوها بالصدفة، ما يبخلوش عليا بالتعاليق ديالهم ويتابوناو في القناة، يفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. الى فيديو اخر، تنقول لكم شهية طيبة، الله يستر امورنا واموركم بالخير. مع تحيات سناء عنباري.